يا صباح الخير. في بنات كتير بتتلخبط بين الاهتمام وبين الحب، فتعالي اقولك على 7 علامات اللي فعلا بتبين الشخص ده بيحبك ولا اتعود عليكي. انا مريم عوزة ودي قناتي. لو انتي اول مرة تشوفيني اهلا وسهلا بيكي، انتي منورة الدنيا كلها. اول حاجة تدل ان الشخص ده بيحبك ومعجب بيكي ومتعلق بيكي هو انك تلاقيه مهتم بادق التفاصيل بتاعتك، زي مثلا انك تقولي له انا امبارح رحت عملت شعري فيجي يقولك شكلك حلو قوي النهارده. لما تيجي تقولي له ده انا رحت اشتريت كذا يقعد يسالك على الحاجه اللي انت جبتها، مش تمام تمام وخلاص خلاص ويلا اقفلي انا مشغول. لما تلاقيه بيهتم بتفاصيلك، بيهتم بحاجتك، بيهتم بالحاجه اللي انت بتحبيها. تاني حاجه تدل ان هو بيحبك بجد ان لما تحصل بينكم وبين بعض مشكله ما تلاقيهوش اختفى. يعني مره واحده تمام في مشكله بينا، ما بيردش على الواتساب، ما بيردش على التليفونات وخلاص. ده كده ما بيحبكيش. اللي بيحبك بيحاول لما تحصل مشكلة ان احنا نوصل لحل سوا، اكلمك اراضيكي، طب انا واخد على خاطري من كذا، طب انتي كمان راضيني. ده اللي هو بيحب بجد. تالت حاجة، لو هو بيحبك بجد هتلاقيه دايما في وقت الخلافات ان هو بيحاول ان هو يصلح. يعني دايما الخلافات دي بتحصل في وقت الخطوبة ووقت تجهيز الجواز. لما انت بتبقي خلاص بتجهزي الشقة وبتفرشي، فانت كبنوتة داخلة بيت وهتجهزي ودي الشقة اللي انت هتعيشي فيها، بيبقى ليكي متطلبات ومركزة فيها قوي، وهو بحكم الضغط النفسي والضغط الاجتماعي والضغط المادي اللي بيبقى فيه بيبقى عايز يلا بقى اي حاجة وخلاص. فبتبتدي تحصل مشاكل. الراجل اللي بيحبك بجد هتلاقيه بيحاول طيب انا هراضيكي بكذا، طيب انا هعمل لك اللي انت عايزاه، حتى لو هيجي على نفسه شوية. ده كده معناه ان هو بيحبك بجد. وما تضيعيش الفرصة دي بقى. الراجل اللي بيحبك بجد هتلاقيه بيحترمك قدام الناس وقدام نفسه. يعني عمره في حياته ما هيقل منك او هيقل من دراستك او هيقل من مجهودك او هيقل من شغلك. اوقات كتير بتبقى في ستات عايشة مع رجالتها في البيت، والست بتشتغل زيها زي الراجل، وبتطبخ وبتغسل وبتربي العيال وبتذاكر لهم وبتوديهم المدارس وبتعمل كل حاجة، ورغم كده هو بيقلل منها. ده عمره في حياته ممكن يعني مستحيل يكون بيحبها. لكن لو هو بجد بيحبها هتلاقيه طول الوقت بيكبر منها، ده هي اللي شايلاني، ده انا لولاها ولا حاجة. حتى لو كلام بيتقال بس يكبر منها. في رجالة بتتعمد ان هي بتبقى عادية خالص وبتتعمد قدام امهاتهم، يعني حمات البنت، يقلوا منها. هي بتعمل حاجة ما بتعملش حاجة، دي قاعدة كده. الراجل اللي بيعمل كده ده معناه ان هو ما بيحترمكيش، ولو انت على ذمته فهو كمان ما بيحترمش نفسه. لازم توضحي له النقطة دي وتفهميه ان دي ممكن تكون بتزعجك. الراجل لو بيحبك بجد هتلاقيه بيشاركك يومه، يعني هو نازل في المواصلات هتلاقيه بيصور لك المواصلات، وهو رايح في حتة هتلاقيه بيوريها لك، لو هو رايح جاي جاب اشترى باع اي حاجة هو بيعملها هتلاقيه بيحاول ان هو يشاركك. وطول الوقت هيسألك انت بتعملي ايه، طب انت فين، طب انت مش عارف ايه، طب بصي لقيت ايه. طول الوقت هتلاقيه عايز يدخلك جوه يومه. ده دليل ان هو بيحبك جدا. الراجل لو بيحبك بجد هتلاقيه طول الوقت خايف عليكي، خايف على زعلك، خايف ان انت تبقي زعلانه، خايف ان انت تبقي واخده على خاطرك. ولو انت زعلانه هيحاول ان هو يصفيكي، يعني ما تزعليش، طب اعمل ايه عشان تبقي مرضيه، طب مش عارف ايه، طب انت زعلتي ليه دلوقتي. بس في نفس الوقت انت ما تبقيش طول الوقت قماصه. في بنات طول الوقت قماصه. قماصة. أحلى وأهم وأجمل حاجة، وهي النقطة رقم 7 في الحب اللي تبين إن فعلا الشخص ده بيحبك ولا لأ، وهي تلاقي الراجل طول الوقت بيدعمك. يعني انت ممكن تكوني بتعملي حاجة سهلة أو حاجة بسيطة أو حاجة من وجهة نظر الناس إنك ما بتعمليش حاجة، زي مثلا انك تكوني بتذاكري هتلاقيه بيدعمك وبيشجعك، ولا او لازم تصحي وتروحي الجامعه وتجيبي مجموع مش عارف ايه، ولو جبتي كذا انا هجيب لك كذا. طول الوقت تلاقيه بيدعمك، طول الوقت تلاقي في حد في ظهرك. تبقي انت مثلا في الشغل طالع عينك وطهقانه وكارهه الشغل والحياه، تلاقيه هو عمال يدعمك ويقول لك لا ما تزعليش وكده عادي، الشغل كله مقرف وفيها ايه، انت قدها، انت تقدري. طول الوقت هتلاقيه في ظهرك وبيدعمك. عارفه لو انت عندك اب بيدعمك، لو انت عندك زوج بيدعمك، لو انت عندك خطيب بيدعمك، لو انت عندك ابن بيدعمك، فانت من النساء المحظوظه جدا في الدنيا بجد. لان عاده الرجاله ما بتدعمش، لا لا لا، الست اخرها البيت والمطبخ. فلو انت لقيتي ده كده دليل قاطع ان هو بيحبك. طبعا كل النقط اللي انا قلتها دي ممكن تكون مختلفة او الرجالة بتشوفها من وجهة نظر تانية، فانت على قد ما تقدري حاولي توضحي له انا عايزة احصل على الدعم، انا عايزة احصل على الاهتمام، انا عايزاك تحترمني، انا عايزاك تخاف على زعلي. طول الوقت اطلبي ده. اوعي في يوم تقولي الاهتمام ما بيطلبش، والله بيطلب.
وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، كان خفيف سهل سريع لذيذ. اتمنى ان هو يكون عجبك، واتمنى انك تعرفي فعلا الشخص اللي معاكي ده بيحبك ولا لا. كده كده انتي تتحبي اصلا.